في سنة 2004 في مدينة الإسماعيلية كان في لعيب بناشئين الإسماعيلي اسمه حسن منصور. للوهلة الأولى تحس إنك مش عارفه، الاسم غريب عليك، لكنك هتأكد في الآخر إنك عارفه كويس أوي. حسن كان لعيب جامد أوي ولعب مع لعيبة كتير معروفة دلوقتي زي عمرو السولية وعلي جبر والحارس الراحل محمد بونجا رحمة الله عليه. على لسان بونجا بيقول ان حسن كان لعيب من صغره موهوب جدا تقنيا، حاجه كده شبه ابراهيم سعيد وائل الاباني وعماد النحاس وعبد المنعم والناس الحلوه دي. حسن كان عنده ميزه وعيب في نفس الوقت، انه عايز لما يتم 21 سنه يا اما يطلع الاحتراف الخارجي يا اما يصعد فريق اول. ولك ان تتخيل بقى الترسانه اللي كانت موجوده في الفريق الاول وقتها زي سيد معوض واحمد فتحي وبركات. ايه اللي جاب سيره الترسانه دلوقتي؟ المهم يا ابو الصحاب ان حسن فعلا لما يتم 21 سنه بيروح اداره الاسماعيلي ويطلب منهم انه يطلع فريق اول. لكن انت اكيد عرفت رد النادي الاسماعيلي عليه، بدليل ان انت لحد دلوقتي مش عارف انا بتكلم عن مين. اصبر والله العظيم هتعرف هو مين. المهم حسن ما بيعجبوش الكلام ده ويضطر ان هو يروح نادي مصرية اتصالات ومنها النادي سمنود في الدرجه الثانيه. على لسان بونجا برضو ان حسن برغم ان هو كان لعيب موهوب بالكوره لكنه كان لعيب صلب دفاعيا، حاجه كده شبه سيرجيو راموس، فلذلك اللعيبه والمدربين في فئات السنيه المختلفه سموه حسن شاكوش. ايوه هو المطرب اللي انت عارفه دلوقتي. المهم حسن بيتنقل من النادي للتاني لحد 2013 وبيسجل اول اهدافه في مسيرته المهنيه بعنوان اشكرك اوعدك ولا ايه. وبعد ما كان حسن حلم الاحتراف الخارجي بيوصل للعالميه من طريق تاني خالص وهو المهرجانات الشعبيه المصريه، لما وصل الترند التاني عالميا باغنيه بنت الجيران مع عمر كمال. تحس فيها كوره برضه. فانا عايزك تتخيل لو انت مثلا قدامك 10 ابواب وكل باب من دول وراهم طريق للشهره او النجاح اللي انت نفسك فيهم، لكن انت مش عارف ورا انهي باب فيهم، وفي نفس الوقت ما ينفعش تعدي باب قبل باب، فلذلك انت هتخبط على كل الابواب لحد ما توصل اللي انت عايزه بالظبط. يمكن ده اللي حسن عمله، انه ما نشفش دماغه لما لقى ان الكوره مش جايبه همها معاه وقرر انه يشوف حاجه تانية. فانا يا ابو الصحاب مش جاي اقول لك بقى خد كورس الماني ولا اتعلم برمجه ولا انزل اخترع العجله من الاول، لا والله مش ده قصدي. انا كل اللي عايز اقوله لك شوف في نفسك حاجه بتلمع حتى لو بسيطه، لان بالدليل على لسان بونجا برضه الله يرحمه، يا ريت يا جماعه نديله بالرحمه كلنا، ان بيقول ان حسن من ايام ما كان لعيب كوره كان بيحب دايما يغني لهم جورج وسوف والست ام كلثوم وعبد الحليم علي، فهو مجرد شاف في نفسه حاجه بعيد خالص على اللي هو كان عايزه وصدق نفسه فيها وكمل فيها، فكان الوصول للشهره والمجد مساله وقت. يعني انا مثلا مش لازم اتكلم في الكوره، يعني انا كرهت الكوره والله، انت عارف ان الكوره اصلا انتهت من ساعه كاس عالم قطر في 2020. فدور جوه نفسك على الحاجه اللي ممكن تلمع قدام لو انت اشتغلت عليها، مش شرط تكون الحاجه ديت نفعت مع غيرك او هي الترند السائد في الفتره دي. فاتمنى تعملي لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه، انا اقدر اضيف لك حاجه من الفيديو ده وتجيلي تلاقيني لسه بخيري، مش هتبكي لغيري.